السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد على قناتكم قصرى بالون. في هذا الفيديو جيت نحكي على المدربين ثلاثة اللي اقترحتهم اللجنة التقنية خلفا للمدرب السابق فلاديمير بيتكوفيتش. نبدأ ديريكتومون بأسامي هؤلاء المدربين. عندك المدرب الأول فيليكس سانشيز الإسباني، اللي راهو يحظى بدعم كبير ولا بإجماع كبير باش هو اللي يكون المدرب الموالي لبيتكوفيتش. عندك رافا بينيتاز، وهو اشهر مدرب في هذوما، كامل نعرفوا رافا بينيتاز اللي كان حكم الريال مدريد في واحد العام، واللي غير كيما كان حكم فريق فالنسيا الاسباني. عندك المدرب الثالث هو توم سانتفيت، صح تسمى فيليكس سانشيز هو الاصغر بين هذوما ثلاثة مدربين. الاسباني فيليكس سانشيز الاول في ترتيب اختيارات اللجنة التقنية، والفاف بدات المفاوضات تاعها معه، صح. دوك هل يوالم المنتخب الوطني؟ ما يوالمش المنتخب الوطني. دوك نشوفوا الباركور تاعو هذا فيليكس سانشيز. عندك اولا اول انجاز دارو الفوز بكأس اسيا تحت 19 سنة مع المنتخب القطري للشباب عام 2014، صح. التتويج بكأس آسيا 2019 مع المنتخب القطري، قيادة المنتخب القطري للمشاركة في كأس العالم 2022 كأول ظهور في تاريخه بالمونديال، وبيانسير خسر لي ماتش في 3 وتقصى من الدور الأول. وقطر تأهلت مباشرة إلى المونديال بأنها هي البلد المستضيف، تمام، ماشي هو طلع قطر للمونديال، هكذا ثم تأهل مباشرة، معليش. التتويج مع نادي السد بلقب دوري نجوم قطر 2024-2025، جائزة أفضل مدرب في الدوري القطري سنة 2025، قيادة منتخب الإكوادور إلى الربع النهائي في كوبا أمريكا 2024 حيث أقصي فريقه بركلات الترجيح أمام الأرجنتين، يعني شد مع الأرجنتين والتقصى بضربات الترجيح، يعني ما شدش منتخبات كبار ولا قال منتخبات عالمية ولا فرق عالمية اللي نقدروا حنايا نقولوا باللي هذا المدرب راهو معني متمرس في كرة القدم. بالك نقول لك باللي مدرب كيما هذايا ما فهمت على اي اساس راهو مرشح ابرز لقيادة المنتخب الوطني. هل بانه حكم منتخب قطر ودا معه كأس اسيا 2019 ولا وصل مع الإكوادور إلى ربع النهائي كوبا أمريكا وتقصى بركلة الترجيح؟ على أي أساس الله أعلم. هو احنا ما راناش نقولوا بلي مدرب فاشل ولا سيد، مازال ما بداش، مازلنا ما شفناش. سما إلا بديت من ذوك تقول مدرب فاشل يعني راك تسرعت في الحكم عليه. قادر ينجح وقادر يدير إنجازات. وثاني كاين الناس راهي تقول لك هذا خيروه باسكو إسباني الجنسية. رافا بينيتاز ثاني إسباني الجنسية، رافائيل بينيتاز ثاني إسباني الجنسية، وشحال من مدرب إسباني الجنسية. يعني هذه الحاجة هذه أنا ما نتوقعش يكون الاختيار تاعو باسكو هو إسباني، ولا هكاك راهم خيروا رافا بينيتاز. هما شوف الأغلبية واش راهم يهضروا باللي الراتب تاعو راح يكون أقل بكثير من الراتب تاع بيتكوفيتش معناتها كي يبدا، معناتها أقل من 160 ألف أورو في الشهر. وهذه الحاجة اللي ممكن راهي مساعدة في الاختيار نتاعو، لأنه رافا بينيتاز نقدر نقول لك باللي أقصي من الخيارات لأنه رفض تعيين الفاف للطاقم الفني، يعني هو حب يجيب الطاقم نتاعو. وهنايا نفتحوا باب تاع فلاديمير بيتكوفيتش اللي ممكن رفض هذا الشيء هذايا، لأنه فلاديمير بيتكوفيتش كان غير نبيل نغيز الله أعلم، وقيل ثاني محضر بدني واحد اخر اللي جزائريين، البقيه كامل كانوا هما الطاقم نتاعو. يعني ما شكش بلي كاين مدرب راح يقبل باش انت تفرض عليه طاقم فني. المهم كاين اللي يقبل كاين اللي ما يقبلش. المهم خوتي هذو هما ثلاثه مدربين اللي راهم مرشحين معناتها بدرجة كبيرة لتدريب المنتخب الوطني الجزائري. كاين اللي قال لك مدرب محلي، كاين اللي قال لك علاه ما جابولناش فلان وفلان وفلان ويستاهلوا وكذا وكذا. احنا نحوسوا على المدرب اللي قدم الإضافة للمنتخب الوطني الجزائري، كان محلي ولا أجنبي، المهم يقدم الإضافة للمنتخب الوطني الجزائري، يخدم بضمير، ما يبيعش المنتخب الوطني الجزائري لبلاده، ما يخدعش المنتخب الوطني، يمد الماكسيموم، يكون مؤهل لقيادة المنتخب الوطني.
احنا علاه قلنا جزائري؟ لانه الجزائري ياكلوا قلبه على بلادو مهما كان، راح تكون فيه هذيك الحراره، هذيك الجرينطا باش يشوف منتخب تاع بلادو يعني مافونسي ومتقدم في الانجازات وكذا. مدرب اجنبي يعني راح يخسر عليك اون فوا طيح مع بلادو، ممكن على الاغلب انه راح يدور عليك واكيد راح يسلمك لبلادو على طبق من ذهب. المهم خاوتي عطوني رايكم في التعليقات، واش رايكم في هذا المدربين ثلاثة؟ شكون هو الاجدر فيهم لقيادة المنتخب الوطني الجزائري؟ وثاني، الى ما عجبوكمش هذو ثلاثة اقترحوا لنا اسماء المدربين في التعليقات، لربما نديروا عليهم فيديو ونشوفوا اسكو صح يستاهلوا ولا لا. نتلاقوا في فيديو جاي ان شاء الله خاوتي، يعطيكم الصحة على المشاهدة.